السلام عليكم يا حبايبي، انا اماني محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل دبس الرمان. الايام دي موسم الرمان، هنستغل الموسم ونعمل احلى دبس رمان يكفيك السنه كلها، وكمان هيبقى انضف واوفر من الجاهز بكتير. يلا بينا، اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه. اللهم خذ بيدهم وكن لهم عونا ونصيرا، اللهم امين. ونقول بسم الله. وانا راجعة من الشغل لقيت الحلقة فيها رمان لسه جاي طازة. اشتريت صندوق جملة وحطيته في الكيسين دول، وطبعا الرمان جاي عليه أتربة. أخدت الرمان على الحوض وغسلته تحت الحنفية غسلة متينة، وزي ما انت شايفة كده بقى زي الفل وبيلمع كمان. قبل ما تبدأي الشغل لازم تلبسي جوانتي علشان الرمان ما يبهدلش ايديكي. وتعالى اقولك ازاي تفرطي الرمان لو هتفرطيه للأكل. حوالين العنق بتاع الرمانة انا بعمل مربع بالشكل ده زي ما انت شايفة، وبحركه بالشكل ده وبشيله. وشايفة بقى في نص الرمانة جزء ابيض وطالع منه خطوط بيضة على الجوانب. بجيب السكينة وبعمل خط طولي كده بالسكينة كأني بشقها، بس بشق القشر بس بالشكل ده زي ما انت شايفة معايا. وبعد كده هفتحها بمنتهى السهولة، وهتبقى متقسمة معاكي وسهل تفتحها جدا. وبتشيلي القشرة البيضة، وبعد كده بيبقى سهل جدا انك تقطعي جزء بجزء وتاكلي الرمان بمنتهى السهولة. لكن لو حابة تفرطيه للأولاد هتقلبي الرمانة بالشكل ده، وهتستعملي معلقة خشب وتخبطي بقى على ظهر الرمانة بالشكل ده، فهتلاقي كل حبات الرمان بتنزل بمنتهى السهولة. أنا هنا كنت بخبط بإيد السكينة دي تقيلة شوية، فإيدها تقيلة فكانت شغالة معايا كويس قوي. لكن انت بقى يا حبيبتي استعملي معلقة خشب علشان بس الأمان، علشان إيديكي. هتلاقي بقى كل الحبات بتنزل بمنتهى السهولة، لكن بيبقى فيه بعد حباية كده بتبقى معاندة إنها تنزل، فدي بشيلها بايدي. طيب ماشي، دي الطريقة اللي بنستعملها علشان نفرط الرمان علشان ناكله بالمعلقة. وكمان لو حابة تفرزيه الحباية بتبقى ماسكة نفسها ومش مفتوحة. وتعالي بقى اقولك على افضل واسهل طريقة تفرطي بيها الرمان علشان تعمليه دبس رمان. بنشق الرمانة من النص زي ما بنقطع الليمون، وبالمعلقة الخشب بقى واخبطي على ظهر الرمان بالشكل ده، هيفرط معاكي كل الحبات الموجودة فيه. اما الحبات اللي تكون معاندة انها تنزل فدي بشيلها بايدي مفيش اي مشكلة. واجزاء القشور البيضة اللي بتقع في قلب الرمان دي لازم اشيلها علشان دبس الرمان ما يكونش طعمه مر. الرمان بتاعي كان 14 كيلو. تعالى اقولك ازاي انا فرطتهم في وقت قياسي. اولا ناديت لسلمى بنتي علشان تساعدني، الله يبارك لها يا رب، وكنت بشق الرمانة لنصين وهي تاخدها وتدق عليها بايد الهون الخشب. واخر كام حباية بيفضلوا في قشر الرمان كانت بتسيبهم لي على جنب اشتغل انا فيهم افرطهم من القشر. وبكده قدرت انا وهي نفرط الرمان في وقت قليل جدا. والحباية اللي كانت تقابلني مش عجباني كنت بستبعدها، يعني احس انها مش سليمة. يعني تقريبا فرطنا 12 كيلو من الرمان اللي انا اشتريته. انا كنت شارية الكيلو بسعر الجملة 12 جنيه، ودي الكمية اللي طلعت معايا من 12 كيلو من الرمان. هضربهم بالهاند بلندر ومش هضيف اي مية. لو ما عندكيش هاند بلندر تقدري تضربي في درق الخلاط عادي جدا، وبرضو ما تضيفيش اي مية. بعد كده هجيب طبق وشاشة نظيفة كمان، وهنصفي العصير اللي طلع معانا، وهنلم الشاش بتاعنا بالشكل ده ونضغط بقى ونعصر العصير بتاعنا. عايزين نطلع كل كمية العصير الموجودة معانا، ما تسيبيش ولا فتفوتة. ايوه حلوة قوي كده. ويلا بينا ناخد العصير بتاعنا ونروح على البوتاجاز. وبالنظر كده هحط حلة على البوتاجاز بحيث تكون مناسبة لكمية العصير اللي معانا. ايوه حلو قوي كده. وشوفي يا ست الكل، انا عملت 12 كيلو من الرمان، كل 5 كيلو هنضيف لهم كوباية من السكر. 12 كيلو حطيت لهم 2.5 كوباية من السكر. وهحط لكل 5 كيلو رمان 2 ليمونة كبيرة. 2 ليمونة كبيرة تكون مليانة عصير ليمون كده زي ما انت شايفة. طيب يا اماني، ينفع استغنى عن السكر والليمون؟ ايوه طبعا ممكن تعمليه من غير السكر والليمون، لكن زي ما انت عارفة السكر والليمون مادة حافظة، وكمان هتعلي من جودته وتقدري تحتفظي بيه طول السنة. كل ما كانت حبات الرمان لونها احمر
كل ما كان دبس الرمان معانا احلى واحلى كمان. يعني بصراحة بحس ان الرمان عامل زي البطيخ، يا يطلع احمر يا يطلع ابيض، وانت بحظك بقى. الرمان اللي انا اشتريته طلع فيه احمر وطلع فيه لونه وردي، بس مشي الحال وعملنا احلى دبس رمان. وهتشوفي معايا هندي تقليبة للسكر بتاعنا بقى علشان يدوب، وهنسيب العصير بتاعنا لحد ما يبدأ في الغليان، بس لازم تتابعيه في المرحلة دي لأنه لما بيبدأ في الغليان بيفور زي اللبن، وطبعا ممكن يبهدلك البوتاجاز. ولما يبدأ في الفوران بالشكل ده أنا بجيب مصفى ناعمة وهشيل الريم اللي اتكون على وش العصير. وأنا بفضل إننا نشيل الريم بالمصفى الناعمة، لأن لو استعملتي معلقة هتشيل كمية من العصير مع الريم، وبكده نكون هدرنا في كمية العصير بتاعنا. بعد العصير ما يبدأ في الغليان تقدري في المرحلة دي إنك تهدي النار شوية، وسيبي العصير بتاعك بقى على النار ياخد زي ما ياخد. طبعا المدة اللي هيقعدها على النار دي بتعتمد على كمية العصير اللي انت عاملاه. انا عاملة 12 كيلو، اخدوا حوالي 4 ساعات على النار علشان يتخلص من كمية كبيرة من المية موجودة فيه. ولما تحسي بقى ان العصير بدأ يعقد معاكي، يعني بدأ يتقل شوية، اعرف ازاي؟ هاخد شوية بالمعلقة واحطهم على طبق بالشكل ده، واعمل خطوط منفصلة بالشكل ده، يبقى هو استوى معايا كده. وخلي بالك هو هنا لسه سخن جدا، يعني لما يبرد القوام هيتقل معاكي. واي ريم بقى لسه بيتكون على الوش لازم نشيله علشان ما يعملش عفونة لدبس الرمان بعد كده لا قدر الله. وخلاص كده دبس الرمان بتاعنا خلص، ويلا بينا علشان نعقم البرطمانات بتاعتنا. الطريقة دي في التعقيم اسمها التعقيم على البخار الجاف. هتغسلي البرطمان بتاعك كويس جدا وتحطيها على مصفة المواعين بتاعتك علشان يصفي كل المية الموجودة فيه. وبعد كده بنشغل نار هادية ونحرك عليها البرطمان من بعيد لبعيد لحد البرطمان ما يسخن معانا وتحسي انك مش قادرة تمسكيه خلاص. وكمان هتعقمي الغطا بتاع البرطمان، وبكده يبقى البرطمان جاهز معانا علشان نحفظ فيه دبس الرمان طول السنة بإذن الله. وآدي دبس الرمان بتاعنا، يا دوبك بس سبته علشان درجة حرارته تهدى شوية، وهحطه بقى في البرطمانات اللي انا عقمتها. وما ننساش نشيل اي رغوة متكونة على الوش. وتعالي بقى شوفي القوام معايا، ما شاء الله هو كده لسه دافي، يعني لسه ما بردش على الاخر. وبكده يبقى معانا دبس الرمان المركز. وطبعا اللي بتشتريه جاهز مش زي ده ابدا، كله اضافات والوان ومواد حافظه. البرطمانات بتاعتك لما تبرد تماما احفظيها داخل التلاجة بتاعتك، سواء على رف التلاجة او في باب التلاجة. دبس الرمان بقى تقدري تضيفي منه على السلطات والكفته كمان، بيخليها تحفه. ويا سلام لو حطيتي معلقتين 3 على المحشي بتاعك، الله الله. وتقدري تستخدميه في تتبيلات المشاوي، بيبقى حكايه. يعني جربيه ومش هتندمي انك عملتيه. اتمنى اكون افدتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس، وادعوا لوالدتي بالشفاء، نفسي تمشي على رجليها من تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماني محمد.